ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند النسائي ومعجم الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالمنبر، فأتوه به فصعد الدرجة الأولى فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. فبعد أن قضى مقالته صلى الله عليه وسلم قالوا له صلى الله عليه وسلم: لقد فعلت شيئا ما عهدناك تفعله يا رسول الله. قلت آمين آمين آمين. قال: أما وإذ قد سألتموني فإن جبريل عرض لي أي ظهر لي فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم: أبعد الله من أدرك رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له. فقلت آمين. أبعده الله أي طرده من رحمته، من أدرك رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له. ثم صعد الثانية فقال: يا محمد أبعد الله من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. فقلت آمين. ثم صعد الثالثة فقال له جبريل: أبعد الله من ذكرت عنده فلم يصل عليك صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. ترون من هذه الأحاديث أن الله تبارك وتعالى خص الأمة المحمدية بهذه النفحة الزكية، نفحة هذا الشهر العظيم المبارك، والتي هدى الله إليها تلك الأمة المشرفة، تلك الأمة المعظمة، وهبها الله عز وجل هذا الشهر لكي يكون مضمارا للسباق تتسابق فيه إلى محاسن الأعمال وإلى فضائل الأخلاق، لتحصل ما ينزل عليها من ربها عز وجل من البركات التي أرادها الله لهذه الأمة. اعلموا رحمكم الله أن الله كتب الصوم على من كان قبلنا، فمنهم من كان يكتب عليه الصوم عقوبة كبني إسرائيل، ومنهم من كان يكتب عليه الصبر زلفى وقربى إلى الله عز وجل كسائر الأمم. وهدى الله تلك الأمة فشرع لها الصيام تهذيبا لنفوسها وتربية لأفئدتها وتقريبا لقلوبها إلى أبواب وعتبات ربها. ومعلوم أن الإنسان يكون في أطفاله الطفل الناشز الشاذ فيعاقبه بأن يحرمه من بعض المباحات، ولله تعالى المثل الأعلى. فكما أن هذه الأمة لها عند الله المنزلة العظمى، فقد أراد لها تهذيب نفوسها، وأراد الله لها أن تقدم عليه طاهرة مطهرة من الذنوب والخطايا. تأملوا هذا النداء الرباني في القرآن العظيم، فيه من التبجيل والتعظيم لتلك الأمة ما يجل عن الحصر وما يعظم عن الوصف. فإن الله لما ناداهم بتشريع الصيام ناداهم بأحب الأوصاف، فقال: يا أيها الذين آمنوا، فنسبهم إلى أعظم منسوب إليه وهو الإيمان، ونسبهم إلى أعظم ما ينسب إليه المرء وهو الإيمان بالله وحده، أنهم آمنوا بالله وحده لم يشركوا به شيئا. يعني يا أيها الذين آمنوا بي ربا وبنبيي رسولا وبكتابي دستورا ومنهجا وبتشريعي سيرة وحالا تتقربون به إلي شرعت عليكم الصيام. وتأملوا: يا أيها الذين آمنوا، لم يقل كتبت عليكم الصيام فينسب الكتابة إلى نفسه، لأن ذلك فيه من شدة مواجهة التكليف ما فيه، ولكن قال كتب عليكم الصيام. لم يقل كتبت، مع أن المعنى واحد، ولكن حرارة لفظ كتبت أو حرارة لفظ فرضت فيها شدة على النفوس. فإن الله تلطف بهذه الأمة حتى في حوارهم، حتى في الحوار معهم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا يذكرني بنفس الخطاب اللطيف
الذي خاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة، أنه جاءه يريد أن يتعلم منه، وكان صلى الله عليه وسلم قد حضره عنده عظماء كفار قريش يجادلهم ويناظرهم ليدخلهم الإسلام. فقال له ابن أم مكتوم: جئتك مسلما يا رسول الله فعلمني. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فكرر الثانية فأعرض عنه، فكرر الثالثة فأعرض عنه، ثم التفت إليه عابسا صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم ببنت شفة ولم ينبس بكلمة واحدة، وإنما نظر إليه شزر مزر، نظر إليه مغضبا كأنه يقول له: هذا الوقت ليس وقتك، أو هذا الحال ليس مناسبا للجدال معك أو مناسبا لتعليمك. ولكنه لعفته وحيائه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بكلمة واحدة قط، فنزل العتاب بأسلوب رقيق لطيف من رب العزة: لم يقل له عبست وتوليت لما جاءك الأعمى، فهذا فيه من الشدة ما لا ينكر، ولكن قال الله: عبس وتولى، كأنه يتكلم عن شخص آخر، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. بنفس هذه اللطافة وبنفس هذا الحنان وبنفس هذه الرحمة كلم الله الأمة الإسلامية بتشريع الصيام، فقال لهم: كتب عليكم الصيام. لم يقل فرض، لم يقل وجب، وإنما قال كتب، ليشعرهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ أنهم سيتكلفون بهذا التكليف الرباني. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في مزيد من التخفيف والتيسير يبين لهم أنكم لستم أنتم وحدكم من كلفتم بالصيام، فحينئذ يكون الأمر شاقا على نفوسكم، ولكن قد كلفت بالصيام الأمم السابقة قبلكم أيها المؤمنون. ومعلوم أن المرء يتسلى في مصابه بأن يكون المصاب موزعا على الآخرين، وهذه العلة جعلت أهل النار يتعذبون في النار ولا ينفعهم أنهم غيرهم معهم في النار. قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فلا يتسلون بأن غيرهم يعذب معهم. أما المؤمنين فقد سلاهم الله عز وجل وخفف عنهم وطأة التكليف، فقال: كما كتب على الذين من قبلكم، يعني لستم وحدكم من فرضوا عليهم الصيام. انظر للطافة الحوار، انظر لبلاغة القرآن العظيم، انظر لحب الله للموحدين من هذه الأمة، إنه يحبهم حبا جما كما كتب على الذين من قبلكم. وليس هذا فحسب، بل له جائزة كبرى وله هدف سام وله مقصد رفيع، وهو أنكم تتقون الله عز وجل، لعلكم تتقون. لتعلموا معاشر الأحبة أن أسمى مقاصد تشريع الصيام تهذيب النفس الإنسانية المسلمة. أسمى المقاصد وأسمى أهداف الصيام تهذيب النفس التي فطرت على المعصية. إن النفس لأمارة بالسوء. معلوم أن النفس فطرت فطرة على الحرص والطمع والشح وحب الشهوات وتعجل المستلذات، ولا صبر لها ولا هناءة عندها إلا بأن تصل إلى محبوبها، فإذا ما وصلت إلى محبوبها ورأت فيه السم الزعاف نفرت منه وأرادت الخروج عنه، فهي طبيعة خلقتها على الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا. ما الذي يهذب تلك النفس حتى تكون متهيئة لتنزل بركات الله عليها؟ ما الذي يهذبها حتى تكون مهيئة الفؤاد لتنزل بركات الله على قلبها، فتسمو إلى الله عز وجل في الدرجات العلى، فترتفع إلى عتبة العبودية راضية بربها؟ ما الذي يهذبها؟ الصوم. يهذبها ويعلمها التقوى ويعلمها أن تراقب مولاها وهي وحدها. إن العبد المسلم في استطاعته أن يدخل في غرفة منفردة وقد أظلمها عليه وأغلق كل أبوابها،
ويأكل ويطعم ويشرب ما استطاع وما أراد، ثم يخرج إلى الناس مدعيا أنه صائم، ولكنه والحال تلك إذا انفرد في غرفة واحدة وأمامه الطعام والشراب تعف يده أن تمتد إليه، ما الذي يمنعه؟ مراقبته لمولاه. وهو من أعظم أهداف ومقاصد الصيام تعويد النفس البشرية على مراقبة مولاها في السر والعلانية. قال عبد الله بن المبارك رضوان الله عليه: لا يكن أحدكم وليا لله في العلانية عدوا لله في السر. لا يكن أحدكم وليا لله في العلانية، ثم إذا خلا بمحارم الله انتهكها، ثم إذا خلا بمحارم الله تلمض عليها كالسبع الجوعان. لا يكن أحدكم وليا لله في العلانية عدوا لله في السر. ما الذي يربيه على مراقبة الله سرا وعلانية؟ الصوم يربيه على مراقبة الله، يربيه على استحضار نظر الله إليه، فيهذب نفسه ويتأدب مع مولاه ويتكلم مع الله في الدعاء بما يليق، فلا يدعو الله دعاء العجول، ولا يستعجل إجابة الدعاء، ولا يستعجل استنزال رحمات الله عز وجل، بل يعلم أن بركات الله تتنزل في الوقت الذي يشاءه الله، وفي الكيفية التي يريدها الله، وعلى القوم الذين يريدهم الله. فاعلموا رحمكم الله أن الصوم على هذا الذي أسلفت لكم مدرسة تأديبية، مدرسة تربوية ترفع العبد إلى درجات سامية من العبودية، فهو موسم خطير فلا تضيعوه. اعلموا أن سليمان بن داود عليه السلام كما يقول جمهور المفسرين عند قول الله تبارك وتعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. قال المفسرون منهم الحسن البصري وقتاده: خلف داود عليه السلام لولده إسماعيل 1000 فرس من جياد الأحصنة. قال الله عنها الصافنات الجياد، أي أنها السراع في مضمار الجري، وهي صافنة، واختلفوا في تفسير الصافنة، فقيل الصافنة أي البلقاء الملونة الجميلة المظهر، وقيل بل الصافنة هي الذكي من كل نسل الأحصنة. فأنتم تعلمون أن الله خص الحصان بمزايا كالذكاء، وأنه يعرف صاحبه، وأنه يحزن كحزن الآدمي إذا أسى عليه صاحبه، ويبكي بكاء الآدمي إذا ظلمه أو جوعه صاحبه. فكانت هذه 1000 فرس من جياد الأحصنة، وكان من ذكائها أنها تقف على 3 حوافر وتريح الحافر الرابع، فتقف على 3 وتريح الرابع، ثم تغير فتقف على 3 وتريح الرابع، وهذا من ذكاء بعض نسل الأحصنة. فورثها عن أبيه، فعرضت عليه 100 بعد 100، حتى مرت صلاة العصر وسقطت الشمس في الغروب ولم يصلها، وكان قد مر عليه 900 منها وبقيت 100. فلما فطن للشمس أن غربت قال: لقد أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى حجبت الشمس بالغروب، ردوها علي. فردوا عليه 900 التي أمروها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قطع رقابها ذبحا وقطع سوقها وتبرع بها لله كاملة لأنها ألهته عن صلاة العصر. قال جمهور المفسرين: وكان ذلك مباحا عليه في شريعته. ومعلوم أن ذبح الأحصنة حتى في شريعتنا حلال. في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليهما أنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وعند ابن إسحاق في السيرة في غزوة تبوك غزوة العسرة أن عمر بن الخطاب سمع أحد الصحابة يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنحر الظهر للطعام، فوافق النبي أول وهلة، ثم قال له عمر رضوان الله عليه: يا رسول الله لو نحرناها كيف نعود؟ يعني لا نجد ما نركبه للعودة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن نحر الأحصنة في شريعتنا حلال، وأن طعامها حلال بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه 900
تصدق بها كلها لله ولم يلتفت إلى شيء منها لأنها قطعته عن ذكر ربه. قال أهل العلم: وكذلك المؤمن ينبغي ألا يقطع عن ذكر الله عز وجل بقاطع، لا يمنعنك عن الله مانع ولا يقطعنك عن ربك قاطع. اقطع كل علاقة تقطعك عن مولاك، كل علاقة تنسيك ذكر ربك اقطعها قبل أن تقطعك، كل فعلة تبغضك إلى مولاك فاهجرها قبل أن تهجرك، كما فعل سليمان بن داود عليه السلام. أي شيء يختلس اهتمامك ويشغلك عن رمضان اقطعه، إلا أن تكون مصلحة في حلال لأهلك وأولادك، فهذا لا بأس عليك فيه، لأن الله قال في القصص: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معلوم رحمكم الله أن الناس في الصيام على مراتب. العموم، صيام العموم الذي يصومه عامة الناس وأغلبهم، الصوم عن الطعام والشراب وشهوة النكاح، وهذا يفعله كل إنسان وهو مجزئ لا يطالب صاحبه بإعادة الصيام باتفاق المذاهب. وأعلى منه مرتبة الذي يصوم ذلك الصوم عن المفطرات، ثم كذلك تصوم يده أي تمتنع عن البطش الحرام، وتصوم أذناه عن السمع الحرام، وتصوم عيناه عن النظر إلى الحرام، ويصوم رأسه عن التفكر في الخطرات الحرام، وتصوم نفسه عن التفكر في الخطرات الحرام. وأعلى منها وهي مرتبة الندرة الكمل القلة في كل أمة، وهو أن يصوم القلب عن غير الله تعالى ذكره، فلا يذكر إلا الله، ولا يحب أحدا كحب الله، ولا يأنس إلا بمجالسة كتاب الله، ولا يتقرب إلى أحد إلا إلى مولاه، ولا يخاف أحدا إلا الله، ولا يحب أي إنسان كحبه الله حتى وإن كان أمه وأباه، فلا يحبهما كحب الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله لا يحبون أحدا كحب الله قط، من زوجة أو ولد أو أب أو أم، بل يعلمون أن ذلك كله منح ونعم من الله تعالى يحب عليها المنعم أكثر من حب النعمة. فأبوك وأمك نعمتان عظيمتان، ولكن هل تحب النعمة أكثر من حب من أنعم بها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أفإن أهداك أحد أصدقائك هدية أتحب الهدية أكثر من المهدي؟ حاشا، بل تحب المهدي لأجل الهدية. فكذلك أحب مولاك لما يسدي إليك من النعم، ومن أعظمها نعمة هذا الشهر المبارك، ومن أعظمها نعمة هذا الظرف الزماني المبارك. اعلموا رحمكم الله أن هذا الشهر عطية جزلة لهذه الأمة المرحومة، بحيث إن من لم يستطع الصيام فدونه ثواب القيام، فمن لم يستطع ثواب القيام فليقم العشر الأخيرة، فمن كان عاجزا عن العشر الأخيرة فليقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، بل من عجز عن ذلك كله فله فضيلة أن الله أحياه حتى يدرك رمضان. وهذا من نص حديث كعب بن عجرة الذي أسلفنا لما قال: خاب وخسر من أدرك رمضان، يعني لم يرتب الثواب إلا على طول عمره فيدركه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن من كان عاجزا لا يستطيع صياما ولا قياما، ولكن أحياه الله تعالى وأطال في أنفاسه وأطال في عمره
حتى دخل في زمرة ذلك الشهر المفضل فإنه لا يشقى عند الله تعالى، لأن أهل رمضان هم الجلساء لا يشقى معهم جليسهم، يدخل في زمرة الرحمة. تدبروا المعاني، تدبروها جيدا حتى تقدروا لهذا الضيف قدره، واعلموا أنه ضيف عجول قال الله فيه أياما معدودات. هذه الآية، هذه المقطوعة من تلك الآية تحفيز لنا، تحفيز لنا وتشجيع لنا وحض على المسارعة في كل أصناف الخيرات، لأن الصدقة فيه ليست كالصدقة في غيره، وقيام الليل فيه ليس كقيام الليل في غيره، والعمرة فيه بحجة، بل بحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. قال بأبي هو وأمي، والحديث في مسلم من حديث جابر: عمرة في رمضان كحجة معي، أي أن هذا الظرف الزمني لا يعدله شهر قط في ثوابه وفي تقبل الحسنات فيه. واعلموا أن بعض أهل العلم قال: كذلكم السيئة فيه ليست كالسيئة في غيره. هو وإن كان دون الأشهر الحرم في فجاعة وبشاعة المعصية، إلا أن خطر المعصية فيه عظيم، لأنه زمان تتنزل فيه رحمات الله تبارك وتعالى على خلقه. فتدبروا وتأملوا من كان يبارز ربه في هذا الزمن الفضيل، يبارزه بعظيمة من العظائم. الناس حوله تتفكه في الحسنات تفكها، وهو والعياذ بالله يتقلب في المعاصي ظهرا لبطن. تدبروا كيف يكون حاله، أو كيف ينظر الله له. الناس حوله صغيرهم وكبيرهم، بل والأطفال منهم يتصارعون إلى إطعام الصوام بالتمر، وهو يتقلب على فراش المعصية. تدبروا كيف يكون وضعه عند مولاه، تدبروا كيف يكون حاله تحت نظر الله إليه، لتعلموا أن من أشد المعاصي أن تعصي الله عز وجل في زمان فضيل كهذا. فصن سمعك، وصن عينيك، وصن رجليك، وصن يديك، وصن معدتك، لا تطعم إلا حلالا، لا تأكل إلا الحلال، ولا تقترب من الحرام حتى لا يسخط ربك عليك. جاهد نفسك. وتأملوا ونختم بهذا: من عظيم حكمة الله في تشريعه أنه جعل رجب سابقا على رمضان، وهو من الأشهر الحرم التي تقيد المسلم عن فعل الحرام. ليس هذا فحسب، بل جعل في شعبان ليلة النصف من شعبان يغفر الله فيها لجميع خلقه إلا المشرك والمشاحن. لما كل هذا؟ مقدمة لرمضان، تهيئة لرمضان، حتى تدخل رمضان وقد خليت من الذنوب تماما، حتى يصح فؤادك فيظل متباركا بذكر الله تبارك وتعالى. فصوموا شهركم وأكرموا مثواه ولا تضيعوه. لقد كان سلفكم من الصحابة رضوان الله عليهم يظلون 6 أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، يعني أن يعيشوا فقط حتى يدركوا رمضان، وبعد أن ينقضي يظلون 6 أشهر كاملة يودعون رمضان ويسألون الله أن يقبله منهم. فكانوا في طول العام في تذكر لرمضان، في طول السنة. ونحن حالنا نشكو الله حالنا إلى الله عز وجل، نشكو إلى الله حالنا. الواحد منا يصوم النهار بطوله ويأتي قبل أذان المغرب بدقائق يسيرة فلا يتمهل، ويحدث الفتنة في المساجد ويصخب ويرفع صوته. وهذا من أشد المحرمات، رفع الصوت في بيوت الله تعالى، وقد نبهنا على ذلك مرارا كل عام وكل سنة. لا ترفع صوتك في بيت الله تعالى، اخفض من صوتك. إذا أردت أن تكلم المؤذن بأن يصبر فكلمه فيما بينك وبينه، قل له اصبر. واعلموا أن من يتعجل الإفطار قبل تحلة صومه فعقابه أليم،
في مسند الإمام أحمد، أظن من حديث ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: جاءني آتيان فأخذا بضبعي، أي أخذاني من تحت إبطي، فرفعاني على جبل عظيم، فسمعت صراخا وعويلا، فقلت: ما هؤلاء؟ قال: صراخ أهل النار. قال: ثم مضيت فرأيت أناسا معلقين بعراقيبهم. العرقوب هو اللسان، حتى عندنا في الأمثال نقول: كل معلق من عرقوبه. العرقوب أي لسان. قال: فرأيتهم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ صلى على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. قال: فقال لي: أولئك من أمتك الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يتعجل الفطر قبل أن تغرب الشمس. ومعلوم أن الله قال في سورة البقرة: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الليل يبدأ من غروب الشمس، أن يغرب كل قرص الشمس يغرب، فلا تتعجل ولا تضيع صوم يومك من أجل ثوان معدودة. تأدب مع ربك، تأدب مع مولاك الذي أولاك، تأدب مع الله الذي أعطاك تلك المنحة وأحياك إلى هذا الشهر، وقد حرم منه كثير من سكان القبور، كانوا يتمنون أن يعيشوا إلى هذه اللحظات، فسلبت أعمارهم، ولم يكونوا بأقل منك تقوى وإيمانا، بل قد كان منهم من هو أشد منك إيمانا، وحرم تلك النعمة ووهبتها أنت. فتأدب مع مولاك، أتم الصوم لربك، أتم الصوم لمولاك، وتأدب فيه. لا تغضب، لا تسب، لا تشتم، لا تخرج عن شعورك. لم يشرع الصيام لكي نجعله شماعة نعلق عليها أخطاءنا وغضبنا. من قال هذا؟ إنما شرع الصوم لتهذيب النفس، لا لتلويثها بالألفاظ الخارجة والتطاول على عباد الله. سئل ابن القيم رحمه الله: من أفضل الصوام صوما عند الله؟ قال: أكثرهم ذكرا لله في صيامه. اللهم أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعله شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم رد إلينا فيه أقصانا، اللهم رد إلينا فيه أقصانا، اللهم رده طاهرا مطهرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المظلومين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين، اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم نجهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية، وأخرجهم منها عبرة وآية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم لأطفال المسلمين، اللهم انتقم لأعراض المسلمين. اللهم خذ من دماء اليهود حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. اجعل شهر رمضان شهر عز عليهم وانتصار عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر عز وانتصار على الكافرين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا